الكوست بير اكوزيشن هنا، يعني ايه الكوست بير اكوزيشن؟ لما انا هقول لك المعادله انت هتفهمها. اجمالي تكلفه الاعلانات هقسمها على عدد العملاء اللي نفذوا، يبقى انا كده بطلع نتيجه ايه؟ انا دافع على العميل اللي جالي ده كام؟ المعادله بتاعته انا اعملها ازاي؟ انا قاسم بي 5 على اس 5. تعالى كده نبص، بي 5 هي ايه؟ المصاريف الاعلانيه على الاس 5. الاس 5 اللي هي ايه؟ على عدد ايه؟ على عدد المبيعات الفعلي. فلما انت بتقسم الرقم ده على الرقم ده يدي لك تكلفه العميل عليك كام. يعني انا من الاخر كده العميل اللي دخل خد الورشه ديت تكلفته عليا كام؟ انا صارف عليه كام؟ 526 جنيه. مع ان انا عندي الكوست بالريزلت كام؟ 83. ولا ليه علاقه بالكوست رقم. ده الرقم. انا العميل عشان يجي يدفع. الله، برافو عليك. لو منتجات يبقى ده سعر ايه؟ سعر اللي انا صرفته على العميل بالفعل. عشان كده قلت لكم من الاول الكوست بالريزلت ده ايه؟ رقم ملوش اي قيمه، انت تستخدمه بس لو انت تغير البيت استراتيجي بتاعتك. لكن اهم حاجه الكوست بالايه؟ الكوست بالاكوزيشن. تكلفه العميل عليك واخد كام منك بالظبط. التكلفه ممكن بقى نحسبها بقى في حاجه بقى حسبه ثانيه لحاجه اسمها الكاستمر لايف تايم فاليو، اللي انت تعرف بقى العميل نفسه ده اللي هو 526 جنيه مكلفك ده اشترى منك كم مره بعد كده. كل مره تقلل منه ليه؟ التكلفه بتاعته. فالكوست بريكوزيشن ديت رقم خطير جدا ورقم مهم جدا. اتفضلي. معلش، هو السي بي اي ده مش ده في الاخر بيبقى معناه كده ان هو ممكن يبقى رقم وهمي؟ لا، ده مستحيل يكون رقم وهمي. ليه؟ لأن ده إجمالي اللي أنا صرفته بالفعل على إجمالي الناس اللي اشترت بالفعل، فده رقم حقيقي. بصي، طول ما المبيعات عندي تزيد طول ما الرقم ده هينزل. طيب فرضا إن أنا ما بعت مثلا ل 100 واحد، تمام؟ بص هنا الرقم إيه اللي هيحصل له؟ هينزل لرقم نزل ل 300. الرؤز هو إيه؟ معدل العائد على الانفاق الاعلاني. ده بيتحسب ازاي؟ اجمالي الايرادات في الحمله مقسومه على ايه؟ مقسومه على الاعلانات. اجمالي اللي انت حصلته مقسوم على ايه؟ تكلفه اللي انت صرفته في الاعلان، فيدي لك هنا حوالي 10. ده معناه ايه الرقم ده؟ يعني انت يا عمرو كل جنيه صرفته الشهر اللي فات جالك قدامه 10 جنيه. فاهمين قصدي؟ يعني انا صرفت لسه مش هكسب، ده مالهاش علاقه بمكسب لسه، لان انا ممكن اكون بصرف جنيه بيجيب لي 10 جنيه بس مصاريفي التشغيليه 15، فبقى انا بخسر.